ازيك يا عزيزي الفنان، عامل إيه الاخبار؟ اتمنى تكون بخير وفي احسن حال. الفيديو النهارده يعتبر فيديو مهم جدا جدا بالنسبه لي، لاننا هنتكلم النهارده عن كذبه للاسف احنا عشناها طول حياتنا. والكذبه دي بصراحه هي لحد دلوقتي لسه شغاله مع الناس، وخصوصا مع الشباب يعني، وفي كل جوانب حياتهم الكذبه دي شغاله للاسف شديد. فانا عايزك تستعد للفيديو ده وتحضر مشروبك المفضل، كوبايه نسكافيه بقى، كوبايه شاي، فنجان قهوه كده، وتيجي بقى تقعد معايا كده. يعني مش هطول عليك، احاول بقدر الامكان ما اطولش عليك، بس صدقني الفيديو ده مهم جدا ليك، وزي ما انت شفت يعني في العنوان يعني. ف جهز نفسك ويلا بينا. وانا برضه هقوم اعمل كوبايه نسكافيه واجي لك على طول. وها قد عدت رجعت تاني. حضرنا كوبايه نسكافيه الجميله. نسكافيه. الله. احنا كلنا ضحك علينا بجملة واحدة صدقناها وعشنا عليها، وكانت النتيجة اننا تعبنا دلوقتي وتعبنا بعدين برضه. الجملة دي هي يا عزيزي الفنان: اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، او زي ما سمعنا في الفيديو ده: اتعب 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 عشان تلعب. تتعب ترى بعدين تلعب. يا سلام، الحياة أبسط مما تتخيل يا عزيزي الفنان. هسألك سؤال كده وجاوب عليه بسرعة. انت كم مرة سهرت في شغلك وطبقت فيه؟ كم مرة ضغطت على نفسك عشان تخلص بروجكت انت شغال عليه؟ او ضغطت على نفسك مثلا عشان تبني البيرسونال براند بتاعك؟ واخد بالك يا درويش؟ اصل انا كنت هذا النوع من. طبعا انت عملت كل الضغط ده على نفسك وانت عمال تقول لنفسك معلش فترة وهتعدي وهنرتاح. طب بذمتك انت مرتاح دلوقتي؟ يعني جاوبني بصراحه، انت مرتاح دلوقتي؟ في الفيديو ده انا مش جاي اقول لك كلام تنميه بشريه، لان في الفيديو ده انا جاي اكلمك بالدليل العلمي والنفسي ليه الجمله دي تعتبر هي اكبر فخ انت بتقع فيه. خلينا نبدا بالجانب النفسي. في علم النفس الايجابي في مصطلحين اتنين بيفسروا لينا احنا ليه عمرنا ما هنشبع من الراحه. المصطلح الاول هو مصطلح الهيدونيك ادابتيشن، التكيف المزهى باللغه العربيه الفصحى، يعني التكيف من الاخر عشان مش عارف يعني ايه كلمه مزهى صراحه. ببساطه كده عقلنا متبرمج ان هو يتكيف بسرعه مع اي نجاح او اي انجاز. وعلى فكره ده طبيعي جدا، عشان لما هتتكيف مع ده مش هتكتفي بانجاز واحد، بل انت هتكون عايز تعمل انجاز تاني وتالت ورابع. تخيل مثلا انك تكون حاطط هدف لنفسك وتفضل شغال عليه فتره طويله جدا، وفي الاخر توصل انك انت حققت الهدف ده، بل وتكون بتقنع نفسك ان انت مجرد ما هتحقق الهدف ده هترتاح وهتكون اسعد انسان في الدنيا. وفعلا تحقق الهدف وتفرح جدا. بس السؤال هنا، هي الفرحه دي بتقعد معاك قد ايه؟ يومين، اسبوع بالكتير، وبعدها مخك بيرجع لمستوى السعاده الطبيعي بتاعه ويبدا فجاه يحط لك هدف جديد. ومعنى هدف جديد يعني في تعب جديد. يعني تخيل مثلا ان انت تكون حاطط لنفسك هدف ان انت عايز توصل لعدد معين من الفولورز على السوشيال ميديا بتاعتك، ووصلت للهدف ده. هل هتسكت؟ لا. فتروح حاطط هدف تاني: انا عايز مثلا اوصل لعدد اكبر. وهكذا يا عزيزي الفنان، هتوصل للعدد ده برضه هتحط هدف تالت: انا عايز اوصل لعدد اكبر واكبر. فهتتعب اكتر واكتر. الراحه الابديه اللي انت كنت حاططها لنفسك بعد التعب طلعت في الاخر سراب وهم عقلك معيشك فيه عشان تفضل تمشي لقدام. في برضه مشكله تانيه محتاجين نتكلم فيها. كل يوم عزيزي الفنان، كل ده عشان خاطرك، وفي الاخر الفيديو ده في الاخر هيجيب 20 فيو، 30 فيو. انا راضي مش مهم، وهكمل برضه. المشكله التانيه اننا بنتعامل مع الشغل ومع التطور في الشغل على انه سباق ليه خط نهايه هنوصل له وهنرتاح بعدها. وهنا بقى بنوصل للمفهوم التاني العظيم جدا اللي اتكلم عنه الكاتب سيمون سينيك، سميه زي ما تسميه، في كتابه الرائع جدا ذا انفينيتي جيم او اللعبه اللانهائيه. سيمون سينيك بيقسم الاهداف في حياتنا لنوعين، وطبعا هو بيشبه الاهداف بالعاب وبيقسمها كالاتي: العاب محدوده ليها نهايه زي مثلا ماتش الكوره ليه وقت وهيخلص، وفي كسبان وفي خسران. ده اول نوع. النوع الثاني العاب لا نهائيه، ملهاش وقت وملهاش خط نهائي، والهدف منها هو البقاء في اللعبه طول ما في نفس داخل ونفس خارج. فاهم حاجه؟ يعني مثلا انت لما تقرر ان انت تبني البيرسونال براند بتاعك، او مثلا تطور مستواك في مجالك، او مثلا تقدم قيمه حقيقيه للناس في كونتنت، في محتوى، فكل اللي انا قلت لك عليه ده يعتبر العاب لا نهائيه لا تنتهي الا بانتهاء الحياه نفسها. يعني طول ما انت في الجيم هتفضل تلعب. انا عارف ان الكلام ممكن يبان قاسي شويه، بس صدقني دي الحقيقه، لانه مفيش يوم انت هتصحى فيه الصبح كده تقول خلاص يا جماعه انا ختمت مجال الجرافيك ديزاين وما بقاش في اي حاجه جديده انا محتاج اتعلمها. طبعا ده مستحيل.
لازم تبقى فاهم يا عزيزي الفنان ان مواكبه السوق ومواكبه التغيرات عمرها ما هتخلص. يعني اقول لك دليل عن دليل كده، فاهم؟ انت كل يوم بتشوف قصاد عينيك. احنا لو فعلا فكره انت هتتعب وهترتاح بعدين، ما لو فعلا المبدا ده كان شغال ما كانش فيه عربيات دلوقتي، كنا زماننا لسه بنركب احصنة. لكن احنا وصلنا من مرحله لمرحله لمرحله لمرحله، في تطور دايم، في تعب دايم، في شغل دايم. فما تقنعنيش ان انا هشتغل دلوقتي وارتاح بعدين، ده كلام فاكس جدا. ولا اتعب 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 عشان تلعب والناس بتصدق. لانك صدقني يا عزيزي الفنان، انت لو دخلت ماراثون الحياه بعقليه انا هتعب دلوقتي وارتاح بعدين، هتصدم بشكل كبير جدا وهتحبط في حياتك احباط انت عمرك ما شفته في حياتك. فانا بجيب لك الخلاصه، بل ان ممكن الموضوع يتطور معاك وتوصل لمرحله الاحتراق او البيرن اوت. خلاص هتنطفي يا معلم، لانك للاسف يا عزيزي الفنان انت بتجري ورا خط نهايه مش موجود. عميقه قوي دي على فكره، بتجري ورا خط نهايه مش موجود حرفيا. طيب يا عزيزي الفنان، هل معنى كلامي ان احنا ننتخ وما نشتغلش اصلا؟ اكيد طبعا لا. معنى كلامي اننا محتاجين نغير طريقه تفكيرنا او المايند سيت بتاعتنا. فبدل ما تعيش حياتك كلها في ضغط نفسي ومستني انك تحقق الجمله بتاعت اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، ابني سيستم في حياتك او نظام في حياتك يخليك تعيش الحياه بشكل متوازن. واختار ان انت تتعب في حاجه انت بتحبها، وعادي جدا ان انت تاخد فترات راحه في النص. عادي جدا يا عزيزي الفنان، مش هيحصل لك حاجه، يعني الكوكب مش هيتدمر يعني لو انت ارتحت. لانه يا عزيزي الفنان الراحه دي مش مكافاه انت بتاخدها في نهايه العمر. حضرتك الراحه جزء اساسي من حياتك عشان تقدر تكمل الحياه، واخد بالك؟ الراحه دي كده زي الاكل والشرب والهواء اللي انت بتتنفسه. فارجوك يا عزيزي الفنان، ارجوك ما تاجلش حياتك وما تاجلش سعادتك لبعدين، لانه للاسف بعدين ده ممكن ما يجيش اصلا. وبكده يا عزيزي نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان الفيديو ده يكون فادك في حاجه ونور لمبه كده في دماغك وفهمك واخد بالك، وفهمك مش حفظك المعتقدات اللي احنا بنعيشها والكذبه اللي احنا كنا عايشينها. وطبعا عايزين فنان حابب انوه على حاجه، ان كل كلامي ده مجرد وجهه نظر، يعني تحتمل الصواب وتحتمل الخطا. تمام؟ وحتى اللي انا استشهدت بكلامهم هم برضو بشر، كلامهم يحتمل الصواب ويحتمل الخطا. بس فاتمنى ان يكون الفيديو عجبك. ما تنساش اللايك وسبسكرايب، واهم حاجه بقى، اهم حاجه خالص، اهم حاجه ما تنساش انك تخليك دايما فاهم مش حافظ. شكرا.